متوفاش بمرض السرطان، واخر 3 شهور في حياته كانت صعبة جدا، وحماه السيناريست والمخرج الكبير حسن الصيفي وحماته زهرة العلا. كل اللي محتاج تعرفه عن وفاة الفنان أشرف مصلحي. من ساعات قليلة أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان الراحل أشرف مصلحي، اللي اشتهر بأداء دور ضابط الشرطة في المسلسلات المصرية. أشرف مصلحي اتوفى عن عمر 49 عام بعد صراع طويل مع المرض. ورغم عدم تحقيقه الشهرة الكبيرة إلا أن الجمهور اتعاطف جدا مع خبر الوفاة، خاصة بعد معاناته الشديدة مع المرض، خصوصا لما أعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي من أيام قليلة عدم تحسن حالته الصحية، واضطرارهم لتوفير فريق طبي كامل يتابع حالته الصحية، متمنية من الجميع الدعاء له بالشفاء. خليني أقولك أن الفنان أشرف مصلحي من عيلة فنية كبيرة، زوجته المخرجة المتميزة منال الصيفي، وحماه السيناريست والمخرج الكبير حسن الصيفي، وحماه الفنانة زهرة العلا. ده غير ان ابنه فنان شاب اسمه يوسف، اخر اعماله مسلسل مين قال 2022. اما عن سبب الوفاة فمش مرض السرطان زي ما بيتقال، الوفاة حصلت بسبب اصابته بالتهاب في الدم نتج عن بعض الأدوية اللي كان بيتعاطاها أشرف مصلحي لعلاج مرض السرطان، اللي تسببت في وجود بكتيريا أو فيروس في مجرى الدم بيفرز مواد كيماوية بتخلي الجهاز المناعي يهاجم البكتيريا في الجسم. ده بيسبب ضرر شديد في الأعضاء الحيوية، ومع الوقت بيسبب حاجات خطيرة زي الجلطات وموت الأنسجة وغرغرينة وفشل الجهاز المناعي وغيرها. عشان كده آخر 3 شهور في حياة أشرف مصلحي كانت صعبة جدا، نتمنى تكون في ميزان حسناته. خالص التعازي لأهله ولأسرته.